شوفوا لي هالإبداع اللي يبرق من شغلي وشغل إيدين ولادي ولا أروع من هيك ما شاء الله. يسعد كل أوقاتكم يا صبايا وأهلا وسهلا فيكم من وين ما كنتوا عم تتابعوني. رجعت لكم بفيديو جديد معكم أنا فاتنة. بتمنى إنه الفيديو ينال إعجابكم وتحبوه. اليوم طبختنا يبرق. بعمركن شفتوا ولاد صغار يعني بيساعدوا أمهم بلف اليبرق؟ أنا صارت معي. عندي ولدين الله يخلي ولادكم 8 سنين و6 سنين حبوا يساعدوني بلف اليبرق وأنا ما خجلتهم، بس اللي استغربته إنه طلعت معهم النتائج من أحسن النتائج. بالبداية راح أعمل شوية ترتيبات هيك بسيطة للبيت، وبعدين راح جهز التبلة تبعت اليبرق وهيك كف اليبرق هيك جهزهم بمي سخنة، واعمل هيك شوية تجهيزات وجهز كل شي، وبعدين نبلش نلفه ورح تشوفوا كل شي بالفيديو. ولا تنسوني من اللايك ومن الاشتراك وتفعلوا زر الجرس لحتى يوصلكم كل جديد. بسم الله نبدأ. كتير ناعم هاليبرق، كويس بس ناعم بده شغل كتير. هاي اخر كف، هذا السادس. وقت عم حط اخر كف طلع لي هدول الكبار الوحيدين، شلتهم على جنب. هاي نقعته لبين ما اجهز باقي الاغراض، يعني شغلة نص ساعة. هلا رح اغسل اليبرق مرتين ثلاثة لحتى تطلع منه شوي الملوحة، وبعدين احط عليه مي سخنة واتركه. ما بدي اسلق هذا ابدا مثل ما قلت، لانه بيجي كتير غض، يعني اذا بدي اسلق بعود بيتشقق وقت اللي بدي الفه، انه كتير كتير غض. انا عم حاول سرع الصوت وقت الشرح لحتى ما تملوا. ما بعرف اذا هذا الشيء بداية او منيح. اذا بداية او منيح بالحالتين اكتبوا لي بالتعليقات. هلا رح اتركه دقيقتين بس منقوعة، فضي المي عنه وارجع احط له مي سخنة. حاول اعصره انا وعم صفيه. هي نزلنا عليه المي السخنة. هلا رح يبلشوا يطوفوا اليبرقات او الورقات، رح احط لهم بس صحن. انا وعم بشتغل بحب دائما جمع اغراضي بمكان واحد. هي الرز النقع هداك عم حطيناه بالمي السخنة. بهذا الوقت رح اعمل اللحمة يلي بدنا نحطها تحت اليبرق. رح حمي الطواي وشوحهم على الوشين، بعدين حطهم بالطنجرة حتى يصيروا جاهزين اني حط فوقهم اليبرق، هيك افضل. هي الطنجرة اللي بدي اطبخ فيها ما شاء الله حجم عائلي، لانه بدي اطبخه لليبرق على يومين، هيك نحن بنحبه عن جد، لانه اليبرق تاني يوم لسه اطيب من اول يوم. لازم يطلع هذا الصوت. بسم الله. انا ما كنت قبل اعمل هاي الطريقة، بس عن جد من وقت ما جربتها تطلع نكهة اللحمة غير، حتى لونها غير. الاكل كل ما ضللناه بيطلع اظرف. بتركه دقيقتين على هالجهة، برجع بعدين بقلبه دقيقتين على الجهة الثانية وفورا على الطنجرة مباشرة. للناس اللي بدها تفكر انه الدهنة ممكن تذوب او شي، لا، انت مجرد ما تحمى الطواي ونحطهم فورا هن وسخنين يعني يطلع هذا الصوت، اللحمة رح يصيبها صدمة فما رح تلحق تذوب منها الدهنة وهيك. فعن تجربة شوفوا ما شاء الله فرق، يعني بهالطريقة بتطلع الزنخة. هاي اللحمة بدها على كل الجهات لانه ما شاء الله يعني حجمها كبير. يا ريت لو تصل الريحة لعندكم. حتى لاحظوا بالطواي يعني ما لحق يذوب شي من الدهنة او من الدهون. طيبة اليبرق كل ما كانت الدهنة اكتر كل ما كان اطيب. ما في شي من الدهون. هلا دور المطيبات: هال، قرنفل،
رشة صغيرة قرفة، البهار الحلبي، وسر من أسرار يبرقي بحط رشة صغيرة نعناع. على فكرة حتى هاي الشغلة جوزي ما بيعرفها لأنه ما بيحب النعناع ينحط باليبرق، بس هاي الرشة ما بتأثر ولا بتظهر الطعمة، بس بيعطيه نكهة مميزة عن جد. هلا هون بهالفيديو رح جوزي يكشفني. الثوم المهروس بقلب اليبرق غير شكل. طبعا كل ما كترنا ثوم أطيب، وانا كتير 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 بكتر، بس هدول لا غنى عنهم اني اطحنهم. هلا منحط مي لا باردة ولا سخنة، تكون فاترة. منحاول اني اللحمة اللي حطينا عليها هاي التوابل عشان ما يضلوا متجمعين بقرنة وحدة، نعمل هاي الحركة لبين ما نلف اليبرق ونحطه على النار. شو بصير بهاي اللحمة؟ تتشرب كل نكهة البهارات والثوم، كل هاي القصص. هلا قبل بس ابلش بدي اصف اليبرق برجع بشيل كم قطعة احطهم بالنص. وهي الرز غسلته كمان دورين ثلاثة ورح نتبله، وكمان بهار، والكثير من البهار، نحن بنحب بهاره يكون ظاهر. شوي صغيرة قرفة، هاي مشان الزنخة. وطبعا لحمة. والسر يلي عن جد اللي بده يدوق يبرقك رح يسألك شو حاطة فيه. أكثر من مرة صارت معي. شوفوا قديش الكمية قليلة، عن جد ما رح تبين بالشكل ولا بالطعمة، بس رح يكون في طعمة هيك مميزة جدا. بتمنى انكم تجربوها وتقولوا لي. طبعا اكيد الملح، ورح احط شوية عصير ليمون مشان ياخد الحمض كمان من جوات الرز. طبعا رح احط زيت بيعطي لمعة لقلب الحشوة، لانه ما في دهنة فانا رح استبدل بالزيت ورح احط معلقة سمنة. لما بيكون موجود دهنة فهي بتغنيكي عن السمنة، بس ما بتغنيكي انك تحطي شوية زيت مشان اللمعة، بيطلع هيك مفرفد من قلب الحشوة وإلها لمعة. كنت رح انسى المكون السحري الخاص بيبرقي يلي انا بعمله كمان. بحط سناي وحدة ثوم مبروش بقلب الحشوة، يعني بحط الحمض والنعنع والثوم المبروش بقلبه. عن جد سر طيابة اليبرق، وبيطلع يبرق كتير مميز. عدتلكن اياها اكتر من مرة لانه عن جد عم بحكي بكل ثقة. يا الله الريحة عم تطلع مقطيبة، هيك البهارات مع الثوم مع الليمون غير شكل. يا ريت لو توصلكن الريحة. وهلا يا حذركم شو صفي عنا؟ صفي عنا اخر شي رح نحط باذنجان ميبس وقرع ميبس. هلا القرع جوزي بيحبه، اما الباذنجان الميبس انا اللي بحبه. حاول بكفي هدول لانه ما الكل بيحب القرع عنا. بما انه رح ياخد وقت كتير طويل لبين ما لف اليبرق واحشي الباذنجان والقرع، حطيت مسلسلة وقلت رح اقعد لفه هيك على رواق. شكرا كثير عادل، انا ما رح طول لك فيها، بكره الصبح تكون عندك. خذي راحتك يا ستي. لا ما رح اخذ راحتي كثير، بكره الصبح قبل ما تروح على شغلها بتلاقيها واقفه قدام باب البيت. شو اسم رفيقتك اللي بدها تتجوز خالته؟ ابوكي بيعرفها. الولاد الحناين نعمة من الله. ولادي الاثنين تيم وأمير زعلوا علي وقالوا لي ماما انتي تعبتي وحابين نساعدك، فشوفوا كيف ساعدوني. حصل خير حصل خير يا جماعه. سلم ايديك يا ماما، يلا اعمل اللي بعدها. احنا ما خلينا هذا الثاني، هي تعبت من اللعبه هذا. خلي لي قلبك، اخ بس بطلع بيدي. هي تيومي عم يساعدني. استنى لا اخلصها وترجع بتعمل لي. الحمد لله. مين رفيقتي؟
برافو ماما، يلا سلم ايديك. حضرتك جارتنا الجديده بالله ان شاء الله تكون جارتك بالله. بالله فت على بنتي مع انه ما بتعرفيها، قلت لها ما احنا هيك شيء، ذكرتيني بايام ما تعرفنا بالاسم. معك وناديه بنتي الله يخلي لك اياها، بنت جدعه يا هيك البنات يا بلد. حلو يا ام عزيز نتعرف على بعض في الشارع، تفضلي على نشرب قهوه سوا. يا ريت بس اطمن على الاغراض بيجي فورا، انا هون بالطابق اللي بجنبكم. يا اهلا وسهلا. كمان شو عم تشتغل؟ وانت كمان. طيب انا بدك مني شيء؟ خليكي قوية، يعني انا ضعيفة؟ خوفك من هذيك المرة خلاها تقوى عليك، صح؟ موتك انت هي اللي خلتها تهرب. يلا تفضل الله معك. نادية قولي لسيدك العروس بتقول لك ام عزيز ان شاء الله يقوم بالسلامة. إذا بدكم روحوا صلوا ترجعوا بتساعدوني، بكون طبقت هدول. استنوا طي راسك عن قدر جوا البلاد. حطها بالطنجرة. برافو، معلش لأنني لست المريضة هنا. حطها. برافو جنبها هيك، عشان برافو. الناس يشوفونا جنب بلادك. هون ابني أمير قال لي ماما أنت كتير تعبتي، حابب إني أقعد لف معك اليبرق، وأنا ما خجلته، بس اللي صدمني إنه عن جد زبط معه اليبرق مثل العادة. شوفولي على هاليبرق. برافو ماما. هون أنا حطيت مي لليبرق مع عصير ليمون وملح، ما حطيت أي بهارات تانية، وبس غلت المي وطيت عليه الغاز وتركته. أنا بطبخه من الناس اللي بتحطه على النار 6 ساعات. طلع غض مستوي دايب ذوبان. ما شاء الله، شوفوا اللمعة تبعت اليبرق، وشوفوا الرز كيف مفلفل ومن جوا هيك إله لمعة كمان، وطعمته بتجنن وغض دايب ذوبان. لك شو هالرواية؟ سما الحمد لله استوى اليبرق وعم انقضه، وشفتوا قديش سهل هيك نقض اليبرق. تمسكي كل ربطة بربطة بالخيط، والخيط ما بيكون سخن، هيك اسهل بكتير بكتير. لك انا بايش وانت بايش؟ بنتي بدني مو متحمل انا، بتروحي شوفي خربوا لي البيت، شوفي لي اي منظومه شو عم تعمل لي جوا، لك ما يروحوا ياكلوا بالسوق، امي هدول ما بياكلوا بالسوق، هدول انسان. ايه مو انا عيني يا محمد. بحب تجهة نظري، انا اسمه 30% كثير راقول، لا بيعمل مشاكل ولا وجع. يعني قبل انا ما كنت اربطه، بس كنت اتعذب بنقضه. لما جربت سهولة الموضوع صرت دائما اربطه. شوفولي على منظر اللحمة كيف هيك بيجي متشوح او إله هيك لون احمر، بتحسوا كأنه مقلاية تقلاي. ولهون بكون وصلت معكم لنهاية الفيديو. مع هذا المنظر عن جد بستاهل لايك. وهلأ رح إلكن سلام لأنه الشعب برا عم يستناني وكتير جاع. يلا باي.